الكبير يتغير والصغير يتغير والناس كلها تتغير. امام عاشور شفته بيتغير. انت السبب في كل المشاكل اللي حصلت الاهلي. ايوه انت والله اللي بتبص لي في التليفون دلوقتي، انت اللي فضلت تطبل وتزمر للاداره وهي بتجيب امام عاشور وبن شرقي وزيزو ومكايده في الزمالك، وانت عارف ومتاكد انهم لعيبه مش هيفيدونا بربع جنيه. انت اللي فضلت تضغط في كل بوست وكل تعليق على لعيبه وتقعد تهلك فيها، زي رامي ربيعه ما ينفعش، زي عبد القادر بيتدلع، زي قفشه جاب اخره. كل الحاجات دي انت السبب فيها. ودلوقتي لقيت الاداره بتمشي وراك لاول مره في تاريخها، وبدات تحس ان الاهلي منظومته باظت والدنيا باظت. ممكن تسكت شويه؟ صدقني والله العظيم لو بطلت تسكت شويه، لو بدات تسكت شويه، الدنيا كلها تتظبط. ما تزعلش مني، بس خد اللي هقوله لك ده. الاهلي قيمته التاريخيه طول حياته انه قراره دايما نابع من ادارته، ان هي شايفه الصالح العام فين وبتعمله. وانا كجمهور لما بلاقي الاداره بدات تحيد عن المسار ده، دايما ما بسيبهاش في حالها، بقعد اقول وانتقد لحد ما ترجع للمسار. لكن لما اجي عليا لحظه والاقيني بطبل وزمر لان انا مجرد خايف اقول الحقيقه عشان ما شمتش الزملكاويه فيا، دي النتيجه اللي احنا وصلنا لها. الاهلي زي الزفت، وكل السبب في الزفت اللي احنا فيه هي كل اللعيبه اللي جات له وهي مش شبهه، لا شبه نظامه ولا شبه ادارته ولا شبه جماهيره ولا شبه مبادئه. ناس كتير جدا جدا بتقعد تضحك على روحها وبتلف وتدور حوالين المشكله الاساسيه وناسيه ان السبب هو ده. انت لو هتتكلم فني، مفيش فرقه في العالم تغير 6 مدربين في 5 شهر. مستحيل تلاقي استقرار في حاجه زي دي. مفيش فرقه في العالم تمشي اللعيبه اللي شالتها في وقت الزنقات وتروح تجيب اشباح لعيبه وانت مش عارف مين دول وجايين يعملوا ايه، والملايين اللي بتتصرف في الفاضي ما بين دفع مرتبات لمدربين مشيناهم، وبين لعيبه بندفع لها فلوس، وما بين ناس مش قادره تسيطر على اوضه اللبس. نجيبها من البدايه، تعال نجيبها من البدايه. الاهلي بدات مشاكله يوم ما طلع القرار العبقري ان كابتن سيد عبد الحفيظ بلا اي مبررات يمشي من الفرقه. وطلع ساعتها علينا كلام بتاع ان احنا بننشئ كوادر جديده، وما عرفش كوادر جديده ايه اللي تجيب بعدها خالد بيبو. وبعد خالد بيبو، يا ريت خالد بيبو كمل، لا ده خالد بيبو كمان ما كملش كام شهر ومشي. وجي كابتن محمد يوسف، ومشي كابتن محمد يوسف، وجي كابتن وليد صلاح الدين. وكابتن وليد صلاح الدين راجل بتاع كوره قوي، لكن شخصيه طيبه وغلبانه، ما هواش الراجل الحمش اللي يسيطر على شويه الصيع دول. انت تعالى كده بص لها كده بمنتهى البساطه. انا مشاكلي ظهرت في ايه؟ انا المفروض ان انا هعمل تقويه للفرقه بتاعتي داخل على كاس العالم. كولر بدأ يخرف، وكولر ما بيخرفش بمزاجه، ده كولر بيخرف عشان انت ما سمعتش تقريبا اي حاجه من اللي هو عايزها. قال لك عايز مهاجم ما جبتش، عايز جناح ما جبتش، فضلت تضغط تضغط تضغط، وفي الاخر خالص الراجل بدأ يهجس بقى. طيب انت فاضل فتره قليله وتدخل على كاس العالم، يا تكمل بكولر يا تكمل بعماد النحاس. عماد النحاس جه لعب ال6 مباريات بتوعه وكسر الدنيا وخد الدوري، داخل على كاس العالم. طيب مش تخلي كابتن عماد النحاس، لا جبت مدرب جديد ما تعرفش عنه حاجه غير انه درب اورلاندو وهو اللي هيقود الفرقه. وطبعا شفنا اللي حصل كارثيه. رحنا ماشيين المدرب ورحنا جايبين مدرب تاني محدش يعرفه، لحد ما وصلنا للحال اللي احنا فيه ده، اللي موجود ده. طيب نسأل بقى، رحنا احنا ايه اللي حصل وايه اللي عملناه في نفسنا عشان نوصل للمرحلة دي؟ هتلاقي ان الكابتن الخطيب هو المنفرد بكل القرارات الفنية لوحده على غير العادة، وهو المنفرد بالتعاقد مع المدربين اللي احنا بنحط لهم في عقودهم اشياء تخليك هتتجنن. ايه الشروط الجزائية اللي بتتحط دي، وايه الارقام المبالغ فيها دي، و بس خلينا اجيبها لك من الاساس بقى.
انت الفريق اللي كان واخد معاك 2 دوري ابطال ورا بعض، وقبلهم 2 قبلهم ما بينهم بس بطولة الوداد، هتلاقيهم لعيبة كلهم عندهم الحمية والحماس والغيرة على التيشيرت، ابتداء من عبد المنعم لمعلول للسولية لأكرم توفيق لأحمد عبد القادر، اللي هم تقريبا كلهم مشيتهم. انا اصلا لحد دلوقتي مش عارف، انت في ناس غصب عنك، عبد المنعم كان عايز يحترف، لكن انا دلوقتي مشيت عبد المنعم. انت تعرف ان مفيش حد قطم وسطي كنادي قد عبد المنعم ده؟ عارف ليه؟ هقول لك على حاجه ما اعرفش انت بتركز فيها ولا لا، بس تعالى كده قارن لما الكره تكون في رجل دكتور البروفيسور العالمي المحنك ياسر ابراهيم، والكره تكون في رجل عبد المنعم. هحكي لك على حاجه صغيره، تفصيله صغيره بتفرق معاك 180 درجه في شكل الفرقه. ياسر ما عندوش كوره بربع جنيه، ما بيعرفش يلعب كوره على الارض، ما بيعرفش يلعب كوره عموما، يعني هو اي حاجه فيها تخبيط هيبقى جامد، غير كده مفيش. لكن انا عايز ابني هجمه من تحت. الطبيعي عشان ابني الهجمه دي لازم يكون عندي مدافع عنده رؤيه وعنده كوره يقدر. ده عبد المنعم يا راجل كان بيقعد حاطط رجل على رجل ويقول للمهاجم تعالى يا مهاجم، يا انت جاي عايز تضغط تعالى اضغط، يجي مرقصه. بعد ما يرقصوا بقى اللي انت بتقول يا عم ما تعملش ريسك، يجي واخد 4 5 خطوات لقدام ومفضي مساحه، وبدل ما يعمل الباص التقليدي لنص الملعب اللي هو بيتضغط عليه، لا يجي موسع من نص الملعب وعامل باص للجناح، فالجناح يدخل يعمل هجمه فيبقى لك شكل. كل ده بسبب ايه؟ بسبب عبد المنعم عرف يطلع بالكره من تحت. عبد المنعم لما مشي رحت معوضه بناس قسما بالله اللي اختار العش ده، اللي اختار العش وياسين مرعي والاشكال المحترمه دي المفروض يتحاكم. ما علينا. مشيت السوليه، راجل في نص الملعب كبر، انا عارف انه كبر، بس قسما بالله احسن من كل اللي انت جبتهم. على الاقل عنده من الخبرات ما يقدر يلعب تحت ضغط، كنت ممكن استفيد منه بنص ساعه كل مباراه. رحت جبت مين بقى؟ تعالى في المعلمين الكبار اللي هم سبب كوارثنا في الحياه. دكتور امام عاشور، اقسم بالله اكتر لاعب في العالم قرب يخرجنا عن المله. الراجل اللي عمالين تنفخوا فيه وهو بلح، ملوش بس غير لقطه يدخل يجيب جون، بسم الله ما شاء الله، امام العبقري العظيم احسن لعيب في الكوكب. و99% من اداء امام في المباراه بيعطل اللعب وبيحنكش وبيهري وبيعمل وبيضيع وقته وما بيعرفش يدافع، وكل الاهداف اللي دخلت فينا تدور وراها تلاقي امام عاشور ساب اللعيب المان بتاعه عشان هو لسه انا هجري، انا جاي هنا مش متفق على جري. وتيجي تتكلم مستحيل. طب انت بذمتك شفت من ساعه ما جه الاهلي الكبير يتغير والصغير يتغير والناس كلها تتغير، امام عاشور شفته بيتغير؟ يعني مباريتين الترجي دي قسما بالله ما لعب كوره فيهم بربع جنيه، لكن كل الناس تتغير. امام عاشور قاعد له بره بالرمضان، راجل كنت ما صدقت رجعته لفورمه وبدا يلعب ساعه ما البيت وقف، ساعه ما رضيش يسافر معايا وقال انا كده هو بالظبط، وانت رحت في الاخر خلاص وقعت عليه عقوبه ورجع. وبين رمضان ضاع، لا خلاص امام رجع، ما فيش، انسى بين رمضان مين بقى اللي هيلعب ده. تيجي كمال لزيزو، صفقه العمر، اكتر واحد بياخد فلوس، هو بياخد فلوس عشان فري برضو، الناس مش فاهمه النقطه دي، بس يعني طز. راجل كل دور على زيزو في اي التحام، اي كره مشتركه قسما بالله ما بتلاقيه بيكسب اي التحامات، واحد على واحد، عمره ما بيرقص حد. زيزو موجود عشان يرفع كورنر واللي يشيلك بقى. يعني انا عندي باك شمال اسمه بالعامر، الراجل محترم، المفروض انت الكورنر من الجهه دي وانا الكورنر من الجهه دي، لا، الكورنر من اليمين زيزو بيرفعها، الكورنر من الشمال زيزو بيرفعها. يا سيدي طب الشمال عشان تلف لجوه، لا 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 انا اللي هرفعها، امال مين اللي هيظهر في الكادر؟ انا اللي هظهر في الكادر، انا البريمو، انا البص. حلو يا اسطى، حلو يا اسطى، بتفيدني بحاجه ولا الهوا؟ عم بن شرقي، معلمين بقول لك والله العظيم، معلمين. عم بن شرقي راجل جاي بيلعب بالشوكه والسكينه، كل كوارث الحياه بيعملها. كل ما تلاقي نفسك
خسرت مباراه هتلاقيه يا اما بن شرقي ما رجعش يغطي على الباك بتاعه، يا اما لعب باص حنكشه زي بتاعت امبارح كده وضيع الدنيا، يا اما قاعد يا راجل ده انا امبارح انت بتلعبه في مركز يعني اشبه براس الحربه يعني. كل ما الكوره تجيله يا ابوس دماغك يا اسطى، انا بلعب لك الكوره عشان تقف عليها 3 ثواني وتطلع الجناحين. لا، هو كل ما حد يلعب له الكرة يجي يرجعها له تاني، ويا ريته بيرجعها له صح، لا ده رجعها له غلط وكرة مشتركة وبلاوي. يا اسطى انت بتعمل ايه؟ مين الناس دي؟ مين الناس اللي مش شبهنا دي؟ عارف ذنب مين؟ ذنب الواد الصغير اسمه محمد عبد الله ده. فاكرين محمد عبد الله؟ كان عندنا لعيب اسمه محمد عبد الله، جناح شاب صغير طالع بسم الله ما شاء الله، حرفنه وسرعه وسبرنتات. انت تعرف ان انت شكل فرقتك اصلا مش معدول، فرقه مش معدوله. يعني بص على ليفربول كده، صلاح ينفع تقول لصلاح تعالى يا صلاح العبك الناحيه الثانيه؟ مش هتشوف منه كرة بربع جنيه. محمد عبد الله الجناح الوحيد اللي عندك اشول بعد بيرسي تاو، مشيته. طب يا راجل حطه في الفرقه، اديله ربع ساعه في نص ساعه يمكن يعدل لك شكل الفريق. الراجل هيقطع على جوه، يشوط، يحط جون، يعمل ده، وكان عظيم وهو بيلعب معاك وكان مبشر. زي مركز محمد هاني كده والاسيوطي، لعيب شفته في المباريات الاسيوطي، لعيب بسم الله ما شاء الله عليه. مفيش ابن سيد معوض، مفيش. ما هو دي الناس اللي هتشيلك، دول ولادك. يا دي احنا عملنا زي الراجل المليونير اللي ما خلفش عيال وكان خايف على نفسه في اخر ايامه، فراح اتبنى عيال من الملجأ وفاكر انه لما يكبر هيسندوه. اكتشف انه لما كبر العيال بتوع الملجأ دي كان كل همهم يستنوه يموت عشان يورثوا فيه، كل اللي يهمهم فلوسه. انت جايب ناس مش شبهك، انت جايب ناس ملهمش اي علاقة بيك، لا بمنظومتك ولا بإدارتك، ولا فارق معاهم تكسب ولا تخسر، ولا يفرق معاهم غير الفلوس. اللي سهران بقى واللي قاعد في الساحل واللي قاعد مش عارف مين. انت تعالى كده على شكلك كفريق، انت عندك لعيبه يبان شكلهم كويس، بس انت عشان تبقى شكلك كويس بجد وتبان انك قوي، لازم يكون عندك رؤية فنية في اختيار لاعبين، ورؤية فنية في اختيار مدربين، ورؤية فنية في طريقة اللعب. طب هقول لك على حاجة، انت الحاجة الوحيدة اللي كانت دايما مع اي مدرب قوي بتخلي لك شكل، هي ان انت تكون فريق بيضغط عالي على الفرق اللي قدامها. اللعيبه من قدام بتضغط، المهاجمين بيضغطوا، نص الملعب بيضغطوا، ما تخليش اي فريق يقدر ينقل عليك كوره في ثانيه، تكون الكره معاك، الاستحواذ معاك، الكره الثانيه معاك. يا راجل انت شفت الاهلي بياخد الكره الثانيه السنه دي؟ احنا ما بناخدش الكوره في اي التحام. اي فريق بيلعب علينا دلوقتي استحواذ، طلائع الجيش فضلت تنقل علينا ويباص ويعمل ليه؟ عشان شله المعلمين اللي موجوده في الفرقه، الناس البهوات اللي قاعدين بيلعبوا بالشوكه والسكينه، وإدارة مش جايبة لا مدرب حمش ولا مدير كرة حمش عشان يقدر يتكلم معاهم. إمام عاشور ساعة ما راحش مع الفرقة دي قسما بالله لو صالح سليم لكن قال له مباشرة حط على الصفحة الرسمية عرض إمام عاشور للبيع، اذبح يا زكي قدر، عشان ما فيش بني آدم بعد كده نفسه تتسول له إنه يعمل حركة زي كده في الأهلي. لكن لا، طلعت عقوبة وإيقاف وبسم الله ما شاء الله، ورجع يلعب تاني وبرضه ما تقدرش تغيره في الملعب وما تقدرش تتكلم معاه، وكل كوم وأجازة العيد دي كوم تاني، كل كوم وأجازة العيد دي كوم تاني. قال ايه النادي عايز يدخل اللعيبه معسكر 48 ساعه قبل البطوله، فاللعيبه زمزقت احنا عندنا عيله واهل واسره وعايزين نقضي يوم العيد معاهم وناكل كحك وسكر وبعد كده نرجع لكم، وراحوا ماشيين الكلام وراحوا رايحين يلعبوا وقضوا العيد وجاوا. يا نهار اسود، يا نهار اسود، انت فقدت هويتك. انت مش خسرت بطولة ولا طلعت من دوري الابطال ولا هتطلع بموسم صفري، انت لو ما قعدتش البيت من اوله لاخره انسى، على الاهل السلام. انا عارف ان احنا قادرين نطلع من كل كبوة في حياتنا، بس المؤشر ده اقسم بالله العظيم مؤشر يرعب يرعب. انت دايما كنت عارف انك قادر تقوم واي مشكلة بتطلع منها واي حوار قادر تظبطه، لكن انت هتعمل ايه في امام عاشور وبن شرقي وزيزو؟ هتعمل فيهم ايه؟ طول ما هم موجودين في الفرقه بايظه. هتعمل ايه في دفاعك المهلهل ده؟ هتعمل ايه في محمد هاني اللي مالوش دوا ده ولا ليه طريقه؟ هتعمل ايه في ياسر ابراهيم وياسين مرعي والاشكال دي؟
هتعمل ايه في راس الحربة اللي انت لحد دلوقتي مش عارف تجيب راس حربة عليه العين، وما بتديش فرص؟ قطاع ناشئينك اللي ليك سنين السنين ما شفتش لاعب طلع من قطاع الناشئين ودخل الفرقة الأساسية ولعب وبقى مؤثر، بدل ما انا راح اجيب الغرب واشتري ناس مش شبهي واضيع الدنيا ويمين وشمال. ليه بتفرط في اللعيبة اللي كانوا واقفين معاك؟ ليه مشيت رامي ربيعة؟ ليه مشيت اكرم توفيق؟ ليه مشيت احمد عبد القادر اللي راح مكسر الدنيا في العراق؟ اللعيبه دي للاسف انت مشيتها وما قدرتش تعوضها في اي خط من الخطوط. جبت لي لعيبه عاملين نفسهم معلمين وجايين يستمتعوا بوقتهم ويسهروا ويعملوا. لاول مره في حياتي احس ان الاهلي داخل على نفق مظلم، ولاول مره احس ان الموضوع بقى صعب جدا ان انت تخرج منه. مش عارف القرارات اللي ممكن تتاخد ايه. يا رب بس نبعد عن جو المسكنات ونغير مدرب ونجيب مدرب. الموضوع مش موضوع مدرب، موضوع منظومة وهوية وحوار داخل فيه مشاكل صعبة جدا. انت لازم تكون جراح شاطر عشان تقدر تحط ايدك على المكان اللي فيه الوجع وتستأصله. انا قناعتي الشخصية لازم يتحط حد للثلاثي ده، امام وزيزو وبن شرقي، لازم يتحط لهم حد، يا يتحجموا يا يتعمل عليهم كنترول يا يمشوا. لكن انت عشان تصلح لازم تكون رأي مختلف ورؤية مختلفة. لازم يكون عندي اهتمام مبالغ فيه بقطاع الناشئين. لازم اطلع ولادي اللي يقدروا يسندوني، اللي يقدروا يشيلوني في وقت الازمات. لازم يكون عندي ناشئين بيتدربوا صح وارضية ملاعب صحيحة وجو يطلع لي الاختيار الصح اللي ممكن انا اختاره. وانا قلت كابتن ربيع ياسين وكل من على شاكلته ينزلوا ياخدوا اوبشن انهم ينزلوا الصعيد وينزلوا الاماكن اللي فيها لعيبه الكوره ويختاروا اختيارات مبنيه على رؤيه فنيه، مش اولاد الاعضاء والناس بالمجاملات والمحاسبات، ولا كل لعيب مبطل اروح اخده عشان يمسك قطاع الناشئين. قطاع الناشئين محتاج مدربين كبار وفلوس تتصرف وارضيات ملاعب واختيارات صحيحه. الاهلي محتاج يكون معاه مدرب ذو CV عالي جدا وعارفينه وعارفين قدراته وعارفين شخصيته. واي لعيب بعد كده يدخل منظومه الاهلي، اي لعيب يدخل منظومه الاهلي لازم يتعمل له فحص DNA، شبهي ولا مش شبهي، شخصيتي ولا مش شخصيتي، هينجح معايا واسلوبه هينفع معايا ولا لا. اللعيبه بتاعت الشو بتاعت السهر والكلام الفارغ ده ما ينفعش يعدوا من قدام سور النادي. الاهلي قدام معضله كبيره جدا جدا، وعشان يعدي منها لازم قرارات حاسمه. لازم يكون في ناس مسؤوليه مباشره عن الكوره واختياراتها. رئيس النادي ما ينفعش يكون المنفرد بالموضوع والقرار يكون احادي، ما ينفعش. ربنا يسهل في اللي جاي، مع ان عارف ان الوضع صعب وما عرفش ازاي هيخرجوا منه، بس لو قدروا يخرجوا منه ويرجعوا الاهلي اللي احنا عارفينه بتاع زمان ارفع لهم القبعه بصراحه في الوضع السيء ده.